مساء الخير على الجميع، تحية طيبة لكم أينما كنتم في هذه الإطلالة الجديدة. والمناسبة كما تعلمون وتتوقعون هي تشكيلة المنتخب الوطني التي ستشارك في مونديال قطر 2022 والتي أعلن عنها ظهر اليوم وليد ركراكي الناخب الوطني. التشكيلة يمكن أن نقول بأنها لم تفاجئنا، اللهم في بعض الخيارات البسيطة جدا والدقيقة جدا. أيضا كما تعلمون عودة عبد الرزاق حمد الله بعد طول غياب. أنا وعدتكم أنني لن أتحدث عن عبد الرزاق حمد الله، وهذا الوعد كان في إطار ما قبل أن يعلن وليد الركراكي التشكيلة، لكي لا يتم القول بأن هناك تشويش أو أن هناك دفاع مستميت عن اللاعب. لا، نحن فقط وضحنا بعض الأفكار في إطار حملة كان فيها محاولة لاغتيال الشخصية كما يقال، تشويه صورة اللاعب ولا دون النظر إلى مستواه الفني وإلى ما يحقق من أرقام. اختلفت معنا الجماهير المغربية، جزء منها اختلف، جزء منها وضعه وكأنه بديل للنصيري وهو ما لم يحدث. النصيري موجود في اللائحة. جزء منها قال لا، ربما وليد أشديرة أفضل منه، اللاعب المحترف الدولي الإيطالي في باريس. فحصل نقاش داخل الشارع الرياضي، نقاش صحي، الاختلاف رحمة كما يقولوا. الاختلاف في الرأي ماشي مشكل، ولكن دون تجني، أي لكي لا نقوم بإعطاء أحكام عاجلة وأحكام مسبقة وأحكام قاسية لا علاقة لها بالواقع. اليوم أعتقد أن وليد الركراكي أخذ وقته الكافي. قد يقول البعض، ولأنه التركيز حتى في الفيسبوك إبان إعلان اللائحة كل شيء عبد الرزاق حمد الله عبد الرزاق حمد الله، قد يقول البعض بأن اعتذار حمد الله مهد الطريق لعودته للمنتخب. ممكن اعتذاره للمسؤولين للجماهير عن خطأ جسيم ارتكبه في مغادرته لمعسكر المنتخب الوطني سنة 2019. له أسبابه بالطبع، ولكن ما يهمنا اليوم هو أنه حاضر في المنتخب الوطني، أننا ربما نعوض ذلك الخصاص على مستوى خط الهجوم ونستفيد من مهاجم قناص كما قلنا مظلوم لم يأخذ حقه في المنتخب الوطني. حمد الله لماذا نتمنى تألقه في مونديال قطر؟ قلنا لأسباب عدة. لماذا طالبنا به بأن يكون داخل التشكيلة بالنظر إلى الأرقام المسجلة للاعبي خط الهجوم داخل المنتخب الوطني، وما أكد ذلك استبعاد ريان مايي بغض النظر يلعب في دوري عادي جدا، شئنا أم أبينا. نتمنى إن شاء الله يبدل الوجهة، وليس لأنه لاعب لا يفيد المنتخب، بل بالعكس كان من هدافي تصفيات كأس العالم رفقة أيوب الكعبي الذي هو الآخر مستبعد. وهذا ربما ما يناقض كلام السي وليد في راديو مارس حين تم الحديث على أن لدينا خط هجوم سجل 20 هدف وسجل عليه هدف واحد. قلنا حينها بأننا لم نسجل لا على الأرجنتين ولا على البرازيل، ولكن سجلنا على غينيا، على منتخب السودان الشقيق وغيرها من المنتخبات الضعيفة، وبالتالي هذا لا يقاس عليه. ولا يمكن أن نقول بأن من سجل هذه الأهداف قد يكون منقذ لنا في مباريات أمام كل من كرواتيا وبلجيكا وكندا. منتخبات كبلجيكا وكرواتيا منتخبات صف أول لا ترحم، خط هجوم شرس، ولكن أيضا خط وسط وخط دفاع أكثر شراسة، حراسة مرمى فقط يكفي أن تقول بأن من يحرس عرين بلجيكا الشياطين الحمر وكورتوا حارس ريال مدريد أحد أفضل حراس العالم حاليا. وبالتالي هذا ما دفعنا لكي نحذر ونقول بأنه لا تستهينوا بالمنتخبات التي سنواجهها، ونحن في منافسات من حجم كأس العالم، وبالتالي علينا أن نستثمر كل موهبة مغربية قادرة على أن تغزو الشباك، قادرة على أن تحقق التوازن ما بين خط الدفاع وصولا للوسط في خط الهجوم. وبالتالي هذا ما استدعى ربما أن يكون هناك بالفعل دراسة عقلانية من وليد الركراكي بإبعاده لمجموعة من العناصر، ويبقى هو المسؤول الأول والأخير. بما أننا بدأنا بالحديث في التشكيلة عن المفاجأة السارة للبعض وغير سارة للبعض الآخر، لأن هناك كارهون وحاقدون على حمد الله، هذا لا يختلف عليه اثنان، موجود في الإعلام وفي الفيسبوك أيضا ومن الناشطين في العالم الرياضي وغير ذلك. هؤلاء يعني ما بغوش في المنتخب، لا نعلم الأسباب، ولكن ما علينا. نهاية المطاف اليوم المسؤول الأول والأخير هو وليد الركراكي، ووليد الركراكي قرر استدعاء عبد الرزاق حمد الله، بل أكثر من ذلك خلق السسبنس وهو يعلن في الفيديو، وأكيد عشاق الرياضة أكيد شاهدتموه جميعا، جعله هو اللاعب الأخير الذي أعلن عنه في اللائحة. ونتمنى أن يكون بالفعل ختامها مسك أو مسك الختام هو عبد الرزاق، وأن يعطي الإضافة للتشكيلة التي ستكون هناك في مونديال قطر.
والتي ستغادر على ما أعتقد يوم 13، يعني ما بقى لهمش بزاف، الأحد ربما أو الاثنين على أبعد تقدير سيصلون إلى هناك. لدينا مباراة ودية مع جورجيا كما تم الإعلان عن ذلك مسبقا، إن شاء الله تكون فرصة لاختبار العناصر التي تم اختيارها لتمثيل أسود الأطلس في هذا المحفل الدولي الهام. أول ردة فعل من عبد الرزاق حمد الله كانت عبر منصة انستغرام، قال: الحمد لله من قبل ومن بعد، الحمد لله أن رزقني تمثيل منتخب بلادي ووطني، كأني ولدت من جديد، كأني ولدت من جديد، وهذه فرحة لا توازيها فرحة أخرى مهما كانت. نقرأ في التعابير سنجد أن الشعور شعور مليء بالسعادة، مليء بالافتخار، وأيضا يعني وكأنه ولد من جديد. لا نقولها في أي حدث، لا نقولها في أي حدث، نقولها في الأحداث الجسام، الأحداث الكبرى الفاصلة الحاسمة في مسار حياتنا. فعرف كيف يعبر. أحب شكر كل الجماهير المغربية على مساندتها لي، وإن شاء الله أكون قادر على مساعدة أخواني اللاعبين وتقديم أفضل مستوياتنا لإفراح بلدنا ووطننا إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله أن تكون عند حسن الظن، وأن تقدم الإضافة للمنتخب الوطني، وأن تمثل بإذن الله نقطة قوة على مستوى خط هجوم الأسود في المونديال، لأننا نحتاج بالفعل للتهديف، ولدينا دروس وعبر من مناسبات كثيرة جدا. ذهبنا لم نستطع زيارة الشباك إلا فيما ندر، والدليل أن أفضل هداف لدينا في المونديال سجله يعني لديه هدفين لا أكثر.